لحد الآن العزيز الأهلاوي مفيش رأي صريح أو مدرب واضح للنادي الأهلي. اتكلمنا مع مانشيني، ده جاي لك، ده حوار لوحده. اتكلمنا مع مانشيني، اتكلمنا مع روي فيتوريا، اتكلمنا مع فايشر، اتكلمنا مع مدرب سويسري تاني. تقريبا الأهلي اتكلم مع أربع خمس مدربين على حسب الكلام اللي ظاهر. وبالنسبة بقى لمانشيني، مانشيني ازاي هيجي يدرب النادي الاهلي؟ ايوه النادي الاهلي طبعا نادي كبير واكبر نادي في العالم، ده كلنا عارفين كده، مش محتاج ان احنا نتكلم يعني ولا نقول حاجه. بس منشيني مش هيجي يدرب الاهلي بس، انت فاهم؟ منشيني اول حاجه هيجي يبص تلاقي كواليتي اللعيبه مش موجود، عمره ما شافها قبل كده. دي اول حاجه. تاني حاجه هيجي يبص تلاقي لعيبه مش بقى كواليتي قليل، هتلاقي لعيبه مش عارفه اساسيات الكوره. هتلاقي لعيبه مش عارفه اساسيات الكوره، ما بتعرفش تلعب كوره. فهيضطر ان هو يغير كل ده. يلعب في افريقيا، هتلاقي لعب في افريقيا ده مش لعب كوره. يعني انت فاهم، هيجي يبص تلاقي كوره موجوده في مصر مش موجود قبل كده في حته، اول مره اشوفها. فده هيجي يعمل ايه؟ فده مش هينفع اصلا غير الراتب بتاعه، انت فاهم؟ فمنشين ايه اللي يجيبه بالعقل كده؟ هل فعلا ده فعلا كلام صح حصل، ولا بيشتغلونا وخلاص وبياكلوا بعقلنا حلاوه؟ انا مش فاهم. فملف المدير الفني، بص هو كده كده كابتن عماد النحاس مستمر مع النادي الاهلي لحد ماتش القمه. فهنشوف هل كابتن عماد النحاس هيستمر بعد ماتش القمه لو كسبنا مثلا الزمالك، وكسبنا الثلاث ماتشات الجايين قبل الماتشين الجايين قبل ماتش الزمالك، ولا لا؟ يعني انت هل توافق ان كابتن عماد النحاس لو كسبنا ثلاث ماتشات وكسبنا ماتش الزمالك توافق ان يستمر؟ اصلا انا كواحد اهلاوي، احنا عدى علينا المواقف دوت في 2018 2019 لما كان الاهلي 18 في الترتيب الدوري وخدنا الدوري. انا واحد اهلاوي بعد اول سبع ماتشات تقريبا بالدوري انا فاقد الامل، مش شايف ان الدوري بتاعنا، بس الاهلي في الاخر اخد الدوري. لحد الان نفس الكلام، انا فاقد الامل ان احنا ناخد الدوري. هل لو انا ما خدتش الدوري، هل دوت مثلا هيبقى عادي حاجه وحشه؟ عادي. ايه يعني معايا 44 دوري، ايه يعني اما اخسر دوري؟ ولا اي حاجه. ايوه انا ابقى زعلان ان انا صرفت كميه المصاريف ديت، ان انا جبت لاعيبه زي زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وي وما خدتش الدوري. فرقه ما تاخدش الدوري زي ما قلت لك، فرقه تروح تاخد دوري الابطال من الريال زي ما انا قلت لك قبل كده. بس عادي يعني، ايه يعني خساره الدوري؟ مش هيجرى حاجه. بس في نفس الوقت خساره الدوري بس، يعني انت لو هتخسر دوري تخسر دوري بس عايز اخد افريقيا، عايز اخد الكاس، عايز اخد السوبر لو اخدت الكاس. يعني ما ينفعش نخسر كل البطولات، مش هينفع. ممكن لو خسرت الدوري يا عم انا موافق نخسر ده، مش هتيجي على دوري، بس لازم ناخد لنا اي بطولتين السنه دي. بدوري هنبقى متنازع على الدوري، متنازع على الدوري والله عادي قشطه يعني. دوري ايه يا معلم؟ احنا بنفكر في ايه؟ فريق عنده 44 دوري وفريق تاني عنده 14 دوري، ولا بين عندنا 45؟ انا مش فاكر عندنا كام دوري، مش فاكر بجد. 44 و 45 قول لي في التعليقات.